دي بقى نقطة ضعفي في الكالستانكس، البلانش. وإذ مفاجئ الناس كلها عملت ديد بلانش. جيت في 2021 البايسبس اتقطعت. حابب برضه اوريكم ان التمرينات مش دايما بتبقى بيرفكت. وخلي بالك الناس اللي بترسم لك الصورة دي على السوشيال ميديا هم مش كده. الحلو انبسط بيه قوي والوحش اتعلم منه. الفطار النهارده خفيف، سندوتش جبنه حلومي وزبادي يوناني ومانجايه. بحاول ما اعكش خالص الفتره دي، بقى اكلي كله نظيف، بحاول ما اكلش من بره خالص ما عدا ايام معينه كده. في بدايتي مع الكاليستانكس بالذات كنت بحب اعمل حاجه اللي تبسطني، يعني انا مش هعملها غير لما هتبقى تبسطيني، لان انا بالنسبه لي الموضوع كان لعبه. فلو حاجه مش بتبسطني او حاجه مش شداني مش هعملها، انا بلعب. تمام. المشكله بقى كانت ان انا بحب الفرونت ليفر ومبسوط وانا بتمرنها، اجي البلانش مش حاسسها شداني ومش حابب اتمرنها لا دي ولا دي، وده مع الوقت ومع التطور عمل لي مشكله. فالفكره ساعتها ورا تمريني ان انا بعمل اللي بحبه وبنبسط بيه، وما بعملش اللي ما بحبوش ولا بنبسط بيه. موضوع بسيط. النهارده عندي تمرينة بوش وعندي كمان تصوير في الجيم في LA7. المفروض هصور فيديو، كنت فاكر ان انا هعمل زي سكيلز وهتتصور، بس طلع ان هو محتاج اعمل ورك اوت ربع ساعه عشان هتتعرض في الجيم هناك. فهخطط للورك اوت ده وبعد كده هلعب تمرينة بوش. النهارده عندي بلانش هاند ستاندز. هاخدكم معايا بقى في التمرين على نقطه ضعفي، هوريكم بتمرن عليها ازاي، ايه الحاجات المشاكل اللي بتواجهني وهكذا، يعني هنكتشف مع بعض. دلوقتي عندي شويه شغل اونلاين كوتشنج وبعد كده هروح هناك نصور ونتمرن. يلا بينا. دلوقتي هشتغل شويه على الاونلاين كوتشنج. في عندي شويه فيدباكس بعملها، عباره عن ايه؟ انا بعمل بروجرام لكل حد بيتمرن، بيبتدي يشتغل عليه، بعدين بيصور لي فيديو لتمرينه يبعته لي، بديله فيدباك عليه، بقول له مثلا ولا خلينا نشوف، يعني خلينا نشوف انا هقولها ازاي. تمرين جميل النهارده، جميل جدا. تمرين العقله اللي كان صعب شويه، او صعب ان انا ما قدرتش ابقى في 10 ثواني او 15 ثانيه موجود فوق يعني، بس بعد محاولات كذا محاوله انا عملته يعني. مساء الفل، ازيك يا كرولوس؟ حلو قوي الاداء ما شاء الله. في كام تعديل بسيط على شويه تمرينات، يعني انت في الدبس في المتوازي محتاج ان انت تشد بطنك اكتر وانت بتنزل. يعني انا ملاحظ معظم التمرينات انت مركز على الحركه الاساسيه اللي هو انا دراعي بيتني وبيتفرد، لكن مش ماخد بالك من الكور او مش شادد بطنك والجلوتس، فركز ان انت تشدهم. دي حاجه. بالنسبه بقى للفيدباك، انا هديك فيدباك مكتوب بالتفصيل عن كل حاجه، بحيث ان انت في التمرينه اللي جايه لما تيجي تعمل التمرينه تبص على الفيدباك وتروح منفذه عشان ما تغلطش نفس الغلطه او تحسن ادائك يعني بشكل افضل. انا هسيب لينك في الديسكربشن للناس اللي حابه تشترك في الاونلاين كوتشنج، وانا اول ما يبقى عندي مكان فاضي في الاونلاين كوتشنج تاني ببعت لك بقول لك يلا نبدا مع بعض، فتلاقي اللينك في الديسكربشن، خش بلاتفورم واستنى مسج مني. هنا لوكيشن التصوير. خلاص تصوير، هبدا بقى اسخن دلوقتي ونتمرن. عندي النهارده بوش وبلانش زي ما قلت لكم. مشكله البلانش معايا في البطولات كانت ان بدات اخش بطولات اعمل حركات فرونت ليفر صعبه جدا، تمام، بس اجي في البلانش اعمل استرادل بالعافيه، ما اثبتش يعني يا دوبك 3 ثواني، ركبتي متنيه شويه. فبدا يبقى عند الناس ايرور، اللي هو مستوى عالي قوي هنا بس مستوى قليل هنا. فبدا الناس الجديده تفتكر ان الفرونتات اسهل بكتير من البلانشات، وده مش حقيقي خالص يعني. وبدات انا تقييمي يبقى اقل في البطولات، بالذات البطولات الدوليه ساعتها، لان انا مش بعمل بلانش. فكنت مثلا في بطوله العالم 2016 بادئ تاني راوند بوان ارم فرونت ليفر بول ابس، يعني هحاول اشوف فيديو كده لو لقيته هحطه لكم على الفلوج دلوقتي. فعملت دي، بس برضه تلاقيني في البلانش مش قوي. فبدات احس بشكل عام ان هي بتاثر على تقييمي في البطولات، محتاج اعملها. فاللي هو بقى انا ما بعملهاش عشان ما بحبهاش، مش عشان انا ضعيف. ففجاه بقيت حاسس ان انا محتاج اتمرن على البلانش عشان البطولات، عشان ما تاثرش عليا، ما بقاش بعمل دايناميك جامد وستاتيك فرونتات جامد وحركات صعبه وفي الاخر على حركه معينه يبقى مأثره في التقييم الكلي يعني. فبدات اتمرن عليها بس على مضض، يعني مش حاببها. من التسخينات اللي بحب اعملها بعد ما اسخن من الباند للبلانش هو ان انا اسخن المعصم. انت محتاج تضغط بالشكل ده، فبحب امسك البارالز وركبتي على الارض وابتدي ان انا اميل لقدام واضغط. ولو حابب تصعبها شويه بترفع البارالز كده تخليها على طرفه، تفضل تضغط. عملت بلانش انا حوالي 5 سيتس اللي عملتها الصبح لما صورتها، عملت حوالي 2 بعدها في البيت، ولما جيت الجيم هنا عملت حوالي 2 كمان وصورت. عملت في التصوير هاند ستاند بوش ابس. حاسس ان جسمي مرهق جدا بصراحه، فمش عارف البلانش هتكون عامله ازاي. بايسبس دي كمان شده، فهنكتشف بقى يعني. كتفي سور جدا،
مش حاسس ان انا هقدر اعمل فول بلانش من غير باند، فغالبا هخشها بباند. ممكن اخش اول سيت كده بباند، ولو لقيتها تمام اعملها من غير باند. لقيت ان عضلاتي سور، فانا كده اصلا عامل 5 سيتس مع عامل حوالي 15 هاند ستاند بوش ابس في التصوير والحاجات اللي صورتها قعدت اعيد فيها. دي من الحاجات برضو اللي انت لازم تخلي بالك منها. اسمع لجسمك وشوف ايه اللي حصل. يعني انا اصلا النهارده بادئ اليوم سور، جسمي واجعني من اخر تمرينه، وعملت اوريدي السيتس اللي قلت لكم عليها، خصوصا ان البلانش معايا حركه ضعيفه، مش الحاجه اللي انا قوي فيها. يعني هخش اول سيت بباند متوسط، شوف برضو الباي هتفك ولا لا، لان انا حاسسها وانا برفع دراعي كده اصلا، فهنشوف. جسمي نايم خالص. نشوف تاني السيت اللي هيحصل فيها. اخف السيكه بس لسه تقيله، فاخفف الباند. ده تقريبا مش هعمل حاجه يعني، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل بيه. بسم الله. ولما بقى كنت بقول للناس يا جماعه انا ما بعملش بلانش عشان ما بحبهاش، وبعمل فرونت عشان بحبها، مش موضوع ان انا ضعيف، انا راجل صاحب مزاج. فما كانش حد بيصدقني يعني قوي. تمام. فالمهم ايه، في بطوله الجمهوريه 2016 كنت في البطوله كنت عملت سترادل بلانش اي كلام كده، يعني سبت 3 ثواني بالعافيه، ركبتي كانت متنيه سيكه، يعني كان واضح ان انا ضعيف في البلانش. المهم كان بعدها ب 13 يوم بطوله العالم. بطوله العالم كانت في روسيا، واذ افاجئ الناس كلها ان انا رحت طلعت عملت ديد بلانش، فول بلانش الديد كده، ورحت نازل من جوه المتوازي باك ليفر، وقلبت لفرونت ليفر ديسلوكيتد. فالناس ما كانتش مصدقه اللي هو ايه ده، ليه يعملها في 13 يوم؟ لا اكيد انت كنت مخبيها وما عملتهاش في بطوله الجمهوريه عشان تعملها في بطوله العالم. وانا ولا اي حاجه، كل اللي عملته ان انا ايه، الاسترادل بلانش مش كفايه، طب انا هعمل لكم فول. فلما جيت اجرب الفول لقيتها جت، بس مايل قدام شويه. فلما ملت قدام شويه قلت طب ما اروح لديد بلانش. ديد بلانش دي ان انت كتفك بيبقى قريب قوي من المتوازي، فبتبقى مايل قدام قوي، فمحتاجه موبيليتي عاليه جدا في الريست. فلما عملتها ما كانش حد مصدق ان انا عملتها، لان الناس اللي كانت بتعمل فول بلانش ما كانش معاها ديد بلانش. ففكره ان انا اعمل ديد بلانش وانا اصلا معيش فول، الناس كانت مستغربه قوي. ساعتها بقى بدات ان انا اتمرن على البلانش على خفيف كده، عشان خلاص محتاجها في البطولات. هجرب دلوقتي فول بلانش من غير باند هنا. غالبا دي هتكون اخر فول بلانش اعملها. اتمنى دراعي ما يحصلش فيه حاجه، البايسبس. سيئه قوي. بس هو فكره طالع قلقان، يعني عارف طالع قلقان على دراعي، فانا مش راضي اضغط بدراعي قوي، فعشان كده ملت قدام شويه. بس بشكل عام هو كويس ان انا عامل عدد سيتس كتير. دلوقتي اللي جاي انا هلعب فول بلانش بوش ابس بالباند، فانا عشان كده مش عايز اجيب اخري اللي انا جبته اصلا، بس هشتغل فول بلانش بباند تقيل بقى. باند واحد مش كفايه، حاسه مش قادر خالص. يعني انا بنزل انا عايز اريح على الارض، يعني عندي اوبشن ان انا كانسل التمرينه دي او احط باند تاني. حاسه هيبقى تقيل قوي وهيطيرني، بس خلينا نشوف. هو تقيل قوي، رافع وسطي فوق جدا، يعني انا بعافر عشان انزله، بس في نفس الوقت ستيل كتفي مش قادر يزق. كتفي واضح ان هو جايب اخره، فمش هقلل الباند. يعني ممكن اقلل الباند اعمله، بس لا هخليه كده. اعمل لي مثلا بتاع 2 سيتس كمان هفرج عنه. عايز احكي لكم بقى عن لعنه البلانش معايا. البلانش بيحصل معايا حاجه غريبه قوي قوي فيها من 2016 مثلا. كل لما بعمل فول بلانش ابقى بثبت فيها كويس، وهبتدي بقى ابقى بكنترول الحركه، بعمل منها فاريشنز، بعمل بريس، بعمل بوش ابس، في حاجه غريبه تحصل توقفني عن التمرين اصلا. يعني تجيلي انجري، ويا ريت الانجري بتيجي من البلانش، الانجري ما بتجيش من البلانش خالص. انا فاكر اول مره بدات ان انا ادوس في البلانش وفول بلانش بقى، وبقيت اعمل سترادل بوش ابس وخلاص، يعني بعلى دايما في الليفل. وانا يعني كان الحمد لله مستواي لما بتمرن عليها بيعلى بسرعه جدا في وقت قليل. الاقي في اصابه جات لي، والاصابه مثلا اللي حصلت ساعتها ان انا الترقوه انفصلت عن الكتف. كنت نايم صحيت لقيتها مش شغاله، ومفيش بقى لا بلانش، مفيش بوش ابس، مفيش ديبس، مفيش اي حاجه فيها بوش عموما. فدي قعدتني فتره كبيره. بعد كده رجعت ظبطت البلانش تاني، والمالتيس مالتيس. يعني 2018 ظبطت الفول بلانش تاني، وبدات خلاص اروح بقى الليفل اعلى ومالتيس وبتاع. ايه اللي حصل؟ دخلت الجيش. طبعا خلصت الجيش، يعني رجعت تاني من الاول. والموضوع ده بيحصل خصوصا في الحركات اللي انت ما قعدتش فتره اتمكنت منها.
يعني الفرونت ليفرز ترجع لي تاني بسهوله. ليه؟ لان العمر التدريبي بتاعها سنين، انا بقالي سنين بتمرنها، سنين بعملها بالشكل ده. انما الفول بلانش لسه جديده، فجسمي زي ما جابها بسرعه او اتعود عليها بسرعه نسيها بسرعه لان انا بطلت. فرجعت بنيت تاني وعملت ليفل عالي وقلت مش هظهر بقى غير في بطوله. جيت في 2021 البايسبس اتقطعت وانا في بطوله العالم في روسيا وما كنتش حتى بلعب يعني. فيعني اختصارا للموضوع عشان ما اطولش، كل ما اعلى في الفول بلانش تحصل اصابه مش من الفول بلانش وابطل تمرين خالص، فارجع ابني البلانش من الاول. فدلوقتي بتمنى ان انا ما يحصليش حاجه يعني. انا الموضوع ده مقلقني جدا، خصوصا ان انا لسه القطع بتاع البايسبس اللي هنا مش 100% ريكفرد. غير كده البايسبس الثانيه فيها مشكله فبقلق. فهشوف بقى هل نقطه ضعفي هتظبط، هعدي اعلى ليفل وصلت له للبلانش قبل كده ولا لا، هنشوف. حاسس ان انا بلعب مراجيح بالبندات التقيله دي. بس يا فول بلانش انت رخمه، انا هبقى ارخم منك. بسم الله. حاسس ان انا الست الجايه ممكن اخفف البند سيكا، شيل البند الاخضر، حط البند الاحمر اللي هو ما بيعملش حاجه كدعم نفسي، بس عشان اقول لنفسي بقى اثبت انت معاك بندين مش بند واحد. دي كانت حلوه بس انا مش قادر ازق، خلاص فصلت. المفروض اخش مالتيس بعدها بس كنسلها النهارده. مالتيس بالذات بقى بتحمل على البايسبس، بتشدها تقطعها، فانا مش عايز اروح في الحته دي خالص. اظن انا هختم التمرين دلوقتي بهاند ستاند بوش ابس، اشوف اقدر اعمل كام. انا برضو كنت حابب اوريكم تمرينه النهارده رغم ان انا من قبل ما ابداها وانا حاسس ان الموضوع مش هتبقى تمرينه جامده يعني. بس انا حابب برضو اوريكم ان التمرينات مش دايما بتبقى بيرفكت يعني، مش دايما هتبقى في احسن فورم، مش دايما هتبقى جامد في التمرين. بس الايام دي بتفرق قوي معاك في مستواك. لازم تعرف ازاي تطلع اكتر حاجه او تتمرن باحسن طريقه مناسبه لجسمك. يعني انا جسمي تعبان مش هحط عليه بقى دعم، واحده واحده احط باند، احط اتنين، رغم ان هم في العادي انا مش هحط الكلام ده كله خالص، بس انا بديله على قد ما هو هيقدر يستحمل. الايجو بتاعي بقى هياخدني واقول لا انا هعمل اجمد، هروح جايب لنفسي اصابه او هخلي نفسي سور قوي، هاجي التمرين اللي بعدها مش هعرف اتمرن وادائي هيفضل تحت. فليه؟ فالتمرين عموما محتاج يكون بذكاء وتفكير استراتيجي، مش انا التمرينه دي عايزه ابهدل الدنيا، عايز اخد تمرينه ما حصلتش. لا، انا بفكر ايه احسن تمرينه اقدر اخدها دلوقتي عشان تخليني المره الجايه اعرف اتمرن برضه. فلازم تفكر كده. وانا غالبا كمان يعني اديت اكتر شويه من اللي انا اقدر اريكفره في اليومين الجايين. فهختم التمرينه بهاند ستاند بوش ابس ونشوف ايه اللي هيحصل. بايسبس شده، هشوف الست دي لو لقيتها شده نفس الشده او بتشد اكتر كنسل على كده. رجعنا البيت اخيرا اتعشى. العشاء بتاعي ستيك مكسيكان ومعاه 200 جرام بطاطس مهروسه. دي الوجبات اللي بتجيلي من لو كالوريز. تمرينة النهارده كانت قويه بس في نفس الوقت انا جسمي شادد جدا جدا جدا. حاسس ان انا الاسبوع اللي فات ده تحديدا واللي قبله برضو دايس على جسمي ازيد من اللي هو قادر يتحمله واللي انا قادر اريكفر بيه، لان انا برضو ما بنامش كويس الاسبوع اللي فات. بس جسمي جايب يعني، جسمي بيتحسن فبدوس في التمرين، بس في نفس الوقت مش بديله ريكفري، مش بنام كويس. ما كنتش باكل كويس بس ظبطت اكلي دلوقتي، كنت باكل قليله قوي فزودت كميه اكلي دلوقتي، زودت البروتين فده كويس. بس محتاج انام وانا مش قادر انام كويس عشان عندي شغل كتير. فيا محتاج انام كويس واضحي بشويه شغل عشان التمرين، يا اما اهدي اللعب في التمرين شويه. فهشوف هعمل ايه. بس بشكل عام بقى الرساله اللي عايز اسيبها لكم في الاخر قبل ما نقفل الفلوج ده هي قصتي مع البلانش دلوقتي وقبل كده. وهي ان الحركه دي ما كنتش بتمرن عليها من ضمن الاسباب الاساسيه ان انا ما كنتش قادر استنى واديها وقتها ان هي تتحسن وتتطور، لان انا تحسني في الفرونتات كان بسرعه بسرعه بسرعه، وهي تحسنها رغم انه كان الى حد ما سريع بس ما كنتش حابب فرق القوه اللي ما بينهم. يعني انت كانك محترف وفجاه بقت متوسط او مبتدئ في حاجه، فلما بتحس بحاجه زي دي خصوصا لو انت بقى لاعب محترف يعني الموضوع بيبقى يعني الايجو بتاعك بيتأذي من جوه، ومن غير ما تاخد بالك بتتضايق، بتبقى فرستريتد كده. ف يعني انا زي ما قلت لكم ما اتصبتش قبل كده من البلانش نفسها، بس انا متاكد ان هي كانت جزء
من التحميل على العضلات، فبعد كده اتصابت يعني في بعض المرات. فاللي عايز اقوله استمتع بالرحله. يعني انا عايز استمتع بكل حاجه بعملها في البلانش. النهارده التمرينه كانت مش عايز اقول سيئه، يعني التمرينه اللي صورتها لكم سيئه، بس انا عملت بلانشات كتير وانا تعبان ما صورتهاش للاسف. بس بشكل عام استمتع بيها. انا دلوقتي بعمل فول بلانش، اي نعم لسه مش بيرفكت فورم، لسه مش كويسه، لسه مش الحاجه اللي انا افتخر بيها وانزلها بقى واصورها وبتاع، بس انا ما بفكرش في كده. انا مش عايز اديلكوا صوره ان انا بني ادم بيرفكت، كل حاجه ماشيه تمام، جامد في كل حاجه. مش عايز ارسم لك الصوره دي عشان انا مش كده. وخلي بالك الناس اللي بترسم لك الصوره دي على السوشيال ميديا هم مش كده، هو بس بيرسم لك الصوره دي. هو هيتصور لك لما يبقى جسمه جامد قوي ويقعد ينزلها على مدار السنه، في حين ان هو على مدار السنه ممكن تلاقيه اصلا السكس باكس راحت مثلا. في حالات كتير قوي كده. هيقعد يديك فيديوهات يقعد يقول لك انا وانا وانت المفروض تعمل وتسوي، وهو لما بيتحط في المواقف اللي بيقول لك عليها ما بيعملش اصلا الكلام ده خالص. فاللي عايز اقوله استمتع بالرحله. الرحله فيها ابس اند داونز، تطلع وتنزل، فيها حلو فيها وحش. الحلو انبسط بيه قوي، والوحش اتعلم منه. انا بحاول اعمل كده. يعني انا دلوقتي وانا برجع للبلانش بحاول اتعلم من اخطائي اللي قبل كده، والحاجات اللي انا ما كنتش راضي ابص لها، زي حته الايجو بتاعتي مثلا. يعني انبسطوا بالرحله. لو انت لسه ما بتعملش بول ابس، لو انت لسه في الباك ليفر، لو انت في ايا كان، صدقني الرحله ممتعه، واسرع طريق هو ان انت تمشي ببطء. بس كده نقفل الفلوج على الكلام ده. تصبحوا على خير.